أغرب 10 رجال في العالم، لن تصدق أنهم موجودون بالفعل. رجل الثلج ويم هوف. هوف لا يشعر بالبرد على الإطلاق، والغريب أنه لا يعاني من أي حالة مرضية أو خلل بالهرمونات، فقط حصل على قدرة خارقة عن طريق تدريبات اليوغا والتأمل، وقد استطاع تسلق قمة جبل إيفرست وهو يرتدي سروالا خفيفا فقط. الرجل المطاط جيري تيرنر. جيري هو صاحب أكثر جلد مطاطي في العالم، وقد اكتشف تلك الظاهرة الغريبة في جلده منذ أن كان في الرابعة من عمره، واعتادت عائلته أن تظهر مهارته أمام الأصدقاء والأقارب، وترجع مرونة جلده إلى حالة مرضية تسمى إهلرز داونز سيندروم، وهي تسبب ضعفا في أنسجة الجلد. أقذر رجل في العالم أمو هاجي. إيراني عمره 80 عاما، لم يستحم أو يغتسل أبدا منذ 60 عام، فهو يعتبر أقذر رجل في العالم، كما أنه يدخن سجائر يصنعها بنفسه من براز الحيوانات. ويقول هاجي أن سبب ذلك صدمة عاطفية تعرض لها في شبابه. الرجل الحوت باول كاراسون. باول كان هو السبب في حالته الغريبة، حيث أنه يعاني من تصبغ جلده باللون الأزرق كأثر جانبي لاستخدامه مركب الفضة لعلاج حالة متقدمة من التهاب الجلد، مما أدى إلى تراكم الفضة تحت جلده لتكسبه هذا اللون الغريب، وقد توفي بأزمة قلبية عن عمر يناهز 62 عام. أقصر رجل في العالم شاندرا بهادور. بهادور هو أقصر رجل في العالم، حيث أن طوله 57 سنتيمترا فقط. حالة التقزم النادرة لبهادور سببها وراثي، فقد ولد طفل طبيعي بصحة جيدة ثم توقف جسده عن النمو. هو الآن في 47 من عمره، وقد حطم الرقم القياسي لأقصر امرأة في العالم جوتي آمج. الرجل الشجرة ديني كوسوارا. صياد اندونيسي يطلق عليه الرجل الشجرة، وقد خاض كثيرا من العمليات الجراحية لاستئصال النتوءات والبثور من أصابعه وأقدامه ليستطيع أن يعيش حياة طبيعية. وقد بدأت حالته الغريبة عندما خدش ركبته في الغابة وتعرض لنوع غير معروف من الفطريات والجراثيم. رجل ضد السمنة جون بيري. جون يعاني من مرض نادر يسمى لايبوديستروفي، يؤدي إلى حرق الدهون في جسده باستمرار، فإن لم يأكل كميات ضخمة من الطعام يوميا يبدأ في فقدان الوزن بصورة خطيرة قد تؤدي إلى موته. ابن الشيطان رولف بوتشيلز. رولف هو صاحب أكبر عدد من الثقوب في جسده، وقد أطلق عليه لقب ابن الشيطان لبشاعة مظهره، وقد حقق رقما قياسيا حيث يملك 100 ثقب في وجهه. ويحب رولف تعذيب نفسه بتجديد الثقوب كل فترة، وقد وصل عددها إلى 453 ثقب في جميع أنحاء جسده. أثقل رجل في العالم باتريك ديويل. الأمريكي باتريك ديويل يعتبر أثقل رجل في العالم، حيث وصل وزنه إلى حوالي 598 كيلوغرام، وهو لم يغادر فراش منزله منذ 7 سنوات بسبب وزنه، لدرجة أنه عند ذهابه إلى المشفى اضطر المسعفين لكسر جزء من جدار منزله ليخرجوه من الغرفة. أجرى باتريك عدة عمليات جراحية ونجح بالفعل في خسارة نصف وزنه تقريبا. الرجل الذئب يوز هين هوان. الصيني يو يغطي الشعر 96% من جسمه، وعندما ولد لم يكن واضحا لدى الأطباء من أنه يعاني من هذه الطفرة، وقد كان يعاني من مشاكل كبيرة في تقبل مظهره والخروج أمام الناس، ولكن مع الوقت تأقلم وأصبح يظهر في العديد من الأفلام الوثائقية، وهو الآن يجري عمليات إزالة للشعر بالليزر بصفة دورية، ولكن المشكلة أن شعره يعود للنمو بسرعة كبيرة مرة أخرى.